ليلة اجتمع فيها الزملكاوية. من ساعات كده حوالي 10 مساء عقد مرتضى منصور اجتماع أذاعته معظم المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا. كانت تصريحات مرتضى صعبة حبتين المرة دي. مرتضى قال للموجودين من خلال ميكروفون الإذاعة الداخلية للنادي: خليكم قاعدين مبسوطين، وخلال أسبوعين مش هيكون في نادي اسمه الزمالك. منصور قال لهم مش هيكون في عمال أمن في النادي ولا عمال نظافة. الشغل التقيل ضد الزمالك ابتدى من النهارده. الشركة المسؤولة عن أتوبيسات نقل أعضاء النادي توقفت عن التعاون معانا، والحجة هي إننا ما دفعناش المستحقات اللي علينا. مرتضى منصور الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك بيقول: أنا مش هسيب حقي ولا حق النادي. الإدارة قامت بتجهيز 4 ملفات ضد اتحاد الكورة وضد النادي الأهلي، ومعاهم الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وهنقدمها للفيفا، ولما نشوف يانا يا هما. مرتضى قال تصريحات كتيرة النهاردة، وجماهير الزمالك تفاعلت معاه، والسوشيال ميديا غرقانة بالتعليقات والبوستات والتغريدات، سواء من جماهير الزمالك أو حتى جماهير الأهلي. لكن في مصدر من داخل نادي الزمالك بيأكد إن مرتضى منصور بيفكر في تقديم الاعتذار رسمياً والابتعاد عن الصورة بسبب ما يحدث في الفترة الأخيرة وما يتعرض له نادي الزمالك من ضغوط من اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة على حد وصفه. فهل بالفعل هيعتذر مرتضى باعتباره معزول ويبتعد عن المشهد الضبابي ويترك النادي لرئيس جديد، أم سيكمل المشوار حتى يعيد حقه وحق الزمالك وجماهيره العريضة؟ مرتضى النهاردة في المؤتمر ما كانش باين عليه إنه هيبعد ولا حاجة، لا ده كان بيقول عليا وعلى أعدائي. عموماً الساعات والأيام القادمة كفيلة إنها توضح لنا كل شيء وتكشف لنا مين اللي على حق ومين اللي على باطل. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.